ليه ربنا بيبتلينا؟ ليه كل واحد عنده ابتلاء ومن نوع مختلف؟ ليه مثلا انا ابقى بكامل صحتي وفجأة اكتشف ان انا عندي مرض معين، ابقى في وظيفة كويسة جدا وفجأة الاقي نفسي اتطردت من الوظيفة وبقيت عاطل عن العمل. ابقى معايا ابقى متجوز جوازة كويسة وكانت حياتي كويسة وفجأة حياتي كلها تبوظ واطلق وبيت كله يتخرب، مع ان ما كانش فيه حاجة في الجوازة تدل ان البيت ممكن يتخرب. ابقى معايا اي نعمة والاقيها راحت مني، الاقيني فجأة وقعت مثلا في مشاكل انا معرفش المشاكل دي جاية منين. ابقى قاعدة في حالي في البيت والاقي مشاكل جايالي من اي مكان وانا ما عملتش اي حاجة. ليه دايما البني ادم بيبتلى؟ ليه؟ لانكم نسيتوا تحمدوا ربنا على النعمة اللي في ايديكم، نسيتوا تحمدوا ربنا على الصحة، نسيتوا تحمدوا ربنا على الرزق اللي معاكم، الوظيفة اللي معاكم، مراتك اللي معاك، جوزك اللي معاكي، خطيبتك اللي كانت كويسة وسبتها، خطيبك اللي كان كويس وبرضو ظلمتيه، صاحبتك اللي ظلمتيها. نسيتي تحمدي ربنا عن نعمة البيت اللي انت عايشة فيه، على نعمة باباكي ومامتك. نسيتي تحمدي ربنا على اي حاجة في حياتك كانت حلوة، حتى لو انتي كنت عايزة اكتر بس انتي ما حمدتيش ربنا، انتي بصيتي للأعلى، بصيتي لحاجة تانية. يعني الواحد دايما لازم يحمد ربنا. يعني انتي طول ما انتي قاعدة احمدي ربنا، قولي الحمد لله على الصحة، الحمد لله على الرزق، الحمد لله على اهلي، الحمد لله على عيلتي وعشتي، الحمد لله على وظيفتي. يا جماعة احمدوا ربنا في ثانية، في ثانية والله العظيم. تنسوا تحمدوا ربنا على اي حاجة تلاقي مشاكل بتحصل لكم، بتلاقي الرزق بيزول، بتلاقوا حاجات اتخربت في حياتكم كتير. فلازم نحمد ربنا على اي حاجة، حتى لو انتي او انت مش راضيين عن الحاجة دي وشايفينها ان هي بسيطة، لا لازم تحمدوا ربنا. حتى لو معاكم فلوس قليلة لازم تحمدوا ربنا عليها، تحمدوا ربنا، ربنا هيزيدكم، تحمدوا ربنا، ربنا هيحفظكم، تحمدوا ربنا هيديكوا الصحة، تحمدوا ربنا والله العظيم هيرزقكم من اوسع ابوابه. لكن طول ما احنا ناسيين ان ربنا رزقنا بنعم وما بنحمدش ربنا عليها، لا ربنا هيوقعكم في ضيق، ربنا هيوقعكم في مشاكل، ربنا هيوقعكم في هموم، وهيزول النعمة دي من قدامكم. لازم نحمد ربنا على الصحة، نحمد ربنا على المال، نحمد ربنا على أهلنا، نحمد ربنا إن احنا عايشين حتى لو مبلغ بسيط واحنا مش قادرين نعيش بيه، نحمد ربنا عليه. نحمد ربنا وربنا هيرزقنا ويزيدنا وهيرزقكم كلكم إن شاء الله من واسع. والحمد لله الحمد لله الحمد لله دائما وأبدا. لازم كل يوم في يومكم كده تقعدوا تحمدوا ربنا، خصصوا دقيقة من وقتكم قولوا الحمد لله على كل شيء، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا ربنا يحفظ النعمة دي عشان ما تزولش منكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نحمد ربنا يا جماعة، وما تنسونيش باللايك والاشتراك والشير للفيديو كتير وكومنت. يا ريت اللي بيتابعني ما يستكترش يكتب على ليا قصدي كومنت. باي باي.